احب ان انا اعلق على الايميلات اللي جتني خلال الاسبوع والاتصالات التليفونية الكثيرة من احباء يتساءلون عما نشر ضدي في احدى الصحف الصفراء المصرية بخصوص ما يدعون انه وثيقة كنسية للتشهير بشخصي وبأسرتي. أؤكد أن هذا الكلام الذي نشر عار تماما من الصحة. ليه؟ أسباب. فالوثيقة التي يدعونها هي ورقة مزورة حيث أنها غير موقع عليها من أي شخص. لو بصيتوا في البيان اللي مطلعينه والخطاب اللي محطوط عليه اسم اسقفية تلاقي تحت ما فيش اي توقيع. تلاقي تحت ما فيش اي توقيع. تلاقي تحت ما فيش اي توقيع. طبعا مرضوش يمضوا تأكيد. ليه؟ خشية رفع قضية تزوير من الأسقف عليها على الجريدة. وقد أخطأ الكاتب في تحديد رسامة الأنبا دانيال اللي بينسبه إليه الوثيقة في نفس الجواب. كاتبين إنه كتب جواب سنة، هو التاريخ لكن بيقول إن هو كتب قبل كده جواب بتاريخ 1999. والحقيقة إن الأنبا دانيال رسم سنة 2002 يا أحبي. ويخطئ الكاتب ايضا في ادعائه انني كنت مقيما في استراليا منذ عام 1992. يقول لك القس زكريا الذي كان مقيما في استراليا منذ 1992. والكلام ده رحت استراليا، سبت استراليا ورحت انجلترا من قبل ما يرسم الانبا دانيال ب10 سنوات. انا سبت استراليا 92، هو اترسم 2002. احسبوها على صابع ايديكم ورجليكم تلاقوا هتطلع صح كده. علاوه على اني لم اكن في سيدني قط ولم تكن لي كنيسه وانا في استراليا في سيدني. سبت استراليا ورحت انجلترا من قبل ما يرسم الانبا دانيال ب10 سنوات. سبت استراليا ورحت انجلترا من قبل ما يرسم الانبا دانيال ب10 سنوات.
ومش هقول لكم كانت كنيستي فين عشان ما تزوروش كتاب جديد، دوروا كده ونطلع لكم غلطه برضه. ومش هقول لكم كانت كنيستي فين عشان ما تزوروش كتاب جديد، دوروا كده ونطلع لكم غلطه برضه. انا جالي اخيرا وانا داخل الاستوديو جالي ايميل لفيديو وحديث مصور مع احد اساقفة الكنيسة القبطية، وانا بأجنب الكنيسة القبطية اي مسؤولية عن اللي بيتقال. يعني كتر الف خير ان هو يقول كلمة حق، بس انا ما كنتش عايز ان انا اقحمه في الموضوع ولا يقحم اي حد من الكنيسة. انا مسؤول امام الله عن كلامي وعن حياتي وعما اقول. لكن يشكر نيافة الحبر الجليل الانبا مرقس اسقف شبرا الخيمة لان الناس كلها بتسأل في الموضوع ده، وعملوا معاه حديث في موقع الاقباط الاحرار، وانا بشكر هذا الموقع في اهتمامه بهذا الامر عشان العثرات بس، يعني مش عشان خاطر الدفاع عنه. والكلام ده كان يوم الخميس 27/8/2000 امبارح، وحطوه النهارده على الموقع. وبخصوص شكوى الانبا دانيال قال انها غير صحيحة، والقمص زكريا بطرس معروف جيدا لديه.